طبعا بعد ما اتفرجنا على دوري الأبطال شفنا الكورة اللي بجد. الواحد بيحزن عما يحدث داخل الدوري المصري يعني. بيصعب عليك نفسك أوي صراحة، بس يلا. صراحة البطولة بشكلها الجديد يعني بدأنا نتعود عليها. أرسنال، بايرن، ليفر، توتنهام، برشلونة، تشيلسي، سبورتنج، سيتي، دول التمانية الأوائل، والباقي دخلوا ملحق زي الريال وإنتر وباريس، نيوكاسل، يوفنتوس، أتلتيكو، أتلانتا، باير ليفركوزن، بروسيا دورتموند، أولمبياكوس، ليفربول، جالاتاسراي، موناكو، كاباخ، بورتو، جريمنت، بنفيكا آخر واحد اللي هو أصلا كسب النهاردة الريال بالمناسبة، ورونالدو اللي مسكهم بالمناسبة حارس المرمى أحرز هدف في كورتوا. بتتفرج على كرنفال كروي يعني بكل أمانة صراحة في دوري الأبطال، تستمتع بكرة القدم الحقيقية اللي أنت بتنتظرها دايما، يعني اللي تحببك في كرة القدم بجد، يعني أجواء واحتفالات وحاجات كده، لعب كورة من فيكا الأخير وبيكسب ريال مدريد على أرضه. صراحة حاجة كده، بظهور كوستا كمان لاعب منتخب البرتغال العالمي وحاجات كتير يعني. مطاردة اتنين من الريال، وعارف انت بتتفرج على مباراة لا حلوة يعني، مباراة تحب تتفرج عليها. باريس النهاردة بتتعادل مع نيوكلاس مع اسمها ايه دي، اسمها ايه الفرقة دي، كل كريستال بالاس، و مش فاكر التانية اسمها ايه. هما اتنين. مم. نيوكاسل نيوكاسل نيوكاسل. يلا خلينا نروح لاخبارنا النهارده، وابتدي معاك ببنتايج بعد تدخل السيد ممدوح عباس. الراجل شرط شروطه وفرض فرضياته اللي عايزها في الفتره اللي جايه مع الزمالك. يا جماعه انا متواجد معاكم، ولكن اتمنى ان مستحقاتي تيجي في ميعادها، رقم واحد. رقم اتنين، مستحقات المتأخرة تدفع. رقم تلاتة، مستحقات وكيلي ياخدها أول بأول. غير كده هتلاقوا مني وش تاني انتوا ما تعرفوش. فيعني احنا منتظرين ماذا يحدث وماذا سيحدث مع بنتايج في الزمالك. لاعب مهم جدا بالتأكيد لاعب مهم جدا 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 جدا، يستحق صراحة ان هو يبقى زيه، مش اقل من بزيرة اللي بياخد مستحقات او باول او اي لاعب اخر. يعني لاعب مفيد للزمالك جدا 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 جدا، يعني مش دفاعيا فقط، يعني لا باك شمال حلو يعني تحب تتفرج عليه. ولكن كويس ان في مرحلة تفاوض. مفيش فكرة اللي هو انا باخد خطوة لورا مع نفسي، بفسخ العقد من نفسي، الحاجات دي كلها لا. الدنيا بدأت تظبط شوية، والفضل يرجع ليه السيد ممدوح عباس. وانت بتتفرج النهاردة على الاخبار وبتسمع الاخبار، يعني عايز اقول لك برضو ان عودة الفخوري لاعب اربد، مسؤول من الاهلي مخصوص راح قعد مع رئيس النادي وتحدث معاه، وكان في حوار ما بينهم بخصوص بيراميدز. هل اللاعب تعاقب بالفعل؟ هل مضى مع بيراميدز؟ انتوا عارفين البيراميدز كان دايما بيغري اللاعب ان هو لو راح الاهلي مش هيلاقي مكان يلعب فيه، مكانه فيه لعيبه كتير، فانت هتروح هتقعد، فخليك في بيراميدز احسن. عارف انت النقاش في طريقه التفاوض او في طريقه الانتداب باي شكل ما. المهم اللي حصل يعني ان لسه اللاعب على ذمة الفريق ولم يمضي لبيراميدز، واحتمالية وجوده في النادي الاهلي الفترة القادمة مش مستبعدة. فانتظر الفخوري الفترة القادمة، من المحتمل ان يتواجد داخل النادي الاهلي، وهذا بفضل آه، الناس اللي بتتحرك في الاهلي بجدية في الفترة دي، رغبة في ارضاء جماهير الاهلي. طيب ده اخر حاجة معانا النهاردة ليها علاقة باللاعب هادي رياض. عشان خاطر انا عارف ان هو خلاص طبعا في الاهلي، ولكن هقول لك التفصيلة اللي ليها علاقة بماذا دفع لهادي رياض. 27 مليون جنيه في 3 سنين، على ان يأخذ 40% من ال 27 مليون في خلال، مش في خلال دي رقم واحد، يدفع 40% من قيمة ال 27 مليون، وباقي الفلوس أقساط لمدة 6 شهور فقط. وهنا بتروجيت وقف مع النادي الأهلي وقفة جدعنة في حتة اللي هو
مش هياخد الفلوس مرة واحدة، وهياخدها بالشكل اللي انا بقول لك عليه ده. ففي خلال 6 شهور هيكون مدفوع فلوس هادي رياض كلها. لاعب هنشوف هل هتكون في كيمياء ما بينه وما بين الفريق، ولا هيبقى زيه زي العش مثلا اللي انت اتفرجت واتفاجئت بوجوده يعني بشكل مش احسن حاجة يعني. فهنشوف الفترة القادمة، سنرى كل اللعيبة اللي احنا سمعنا عن انتقالهم وانتدابهم لبعض الفرق. نتمنى ان ربنا يوفقهم، ونتفرج ونشوف ونحس ان الاهلي على الاقل دفاعه في الفترة الاخيرة بقى قوي. الباك الشمال المشكلة اللي عنده الكبيرة، عندك دلوقتي في احتياطي لمحمد هاني، يعني حاسس ان الاهلي بيكتمل صفوفه بشكل كبير جدا. الجزار كلها لعيبة اسماء، نتمنى التوفيق ليهم جميعا في الفترة القادمة. دي كانت اخبارنا النهاردة، انا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، اشوفكم ان شاء الله على الف خير.